الموضوع هذا اللي هو المسلسل الجديد، لانه مسلسل مش مسلسل، خلينا نسمعوا ساعه جمال بالعمري اللي هو الناطق الرسمي لمولوديه العاصمه الجزائري. البارح وقت اللي وصل الفريق الى الدوحه باش يلعب ضد نادي السد القطري في مباراه وديه كاس الاحرار الوطنيه اسمها. شنو قال جمال بالعمري الناطق الرسمي لمولوديه العاصمه الجزائريه؟ شوف يوسف بلايلي فتنا وتكلمنا عليه، واش قلت عليه انا ولا واش نقال في البيان تاع مولود الجزائر يبقى هو الى ان يبان امر العقوبات تاع يوسف بلايلي، لانه اللاعب راهو معاقب الان ما تقدرش يعني ما تقدرش تتكلم عليه كثير. احنا كنا اتفقنا مع يوسف ووفرنا له كل الشروط، واذا صدرت العقوبه تاعو قبل 31 اوت راح يكون كلام اخر في قضيه يوسف بلايلي، لانه مولوديه احنا رحنا يعني لابعد نقطه مع يوسف بلايلي، والوقت يكشف كلش في القضيه تاع يوسف هذه. دونك هو بالنسبه لي هو الامر كما هو عليه، كما في الكومينيكي اللي هبط الخاص بيوسف البليلي على الصفحه الرسميه للمولوديه. راهو جمال بالعمري هو ناطق رسمي وممنوع عنده بوست اخر في المولوديه اللي هو مانجير نتاع الفريق الاكبر به. خلينا نبداو نعلقوا ساعه التصريح نتاع يوسف نتاع جمال بالعمري. كيفاش تصنفوا في اي خانه تصنفوا؟ الحقيقة ما نجموش نحطوه في حتى خانة، ما فهمناهش لأنه مش واضح. هل أنه مازال الاتصال باللاعب يوسف البلايلي؟ هل هناك فما اتفاق؟ هل معناها أكور متقدم مع المولدية؟ معناها ما فهمناش. نحن اللاعب تويكا في تونس ويتدرب مع فريقه الترجي الرياضي. معناها التصريح اللي قالوا هل هو في قالب أو في إطار مسكنات الجمهور المولدية، ربما اللي يقول لك اللاعب في نهاية المطاف رجع للتراجي، وربما يتغش الجمهور المولدية خاطر يحبوه اللاعب وماذا بيا معناها يتمنوا انه يكون معاه. هل كما قلت لك هل ينجم يكون في اطار انه مسكنات او معناها تهدئة الجمهور المولدية؟ الحقيقة يلزم توضيح، مش توضيح من الترجي، توضيح من بالعمري ربما يكون اوضح اكثر في التصريح نتاعو. يقول لك كل شيء معناها على ما هو عليه، معناها كأنه رجع بين جمعتين التالي. وليد هو كما جاش فما موضوع نتاع العقوبه، راهو بليلي توا سي كاليفي وراهو يحضر معناها مع الترجي في الموسم، وديجا مازالوا جمعتين على انطلاق البطوله. ميم با لو 22 عنده 10 ايام معناها موضوع العقوبة هو اللي خلى الحكايات هذه تصير، والمماطلات، وهاو مرة نسمعوه به في الجزائر، هاو مرة في تونس، هاو مرة الاتحاد الليبي يحكيوا معاه. اما اللي احنا نعرفوه واللي معناتها متأكدين منه اللي بليلي يتدرب مع الترجي التونسي، وبليلي يجدد موسم معناتها قابل للتجديد. يعني الترجي التونسي والهيئه نتاع الترجي التونسي تتعامل مع اللاعب باحترافيه، تقول لك لاعب بليسي ولاعب عطانا سيفري وكذا واحنا عطيناه، لكن فما حاجات معناتها معقوله بالسن نتاعو وبالرجوع نتاعو من الاصابه. يحبوا يشوفوا الطبيه اوسط صحيح، يحبوا يشوفوا البلايلي معناها بروشينمون كيفاش باش تكون معناها الجاهزيه نتاعو والحضور نتاعو بنفس الافيكاسيتي، باش ينقص باش كذا من بعد اترافير شنو اللي باش يقدموا. اكيد معناها الاولويه للترجي، ونجم يجدد مع الترجي، وعلاقته راهو معناتها باللي صار وكذا. نتصور مادام رجع ومادام قاعد يتدرب، مادام معناتها بليلي بنسبة 99% معناها باش يكون في الترجي الموسم المقبل. هذا شنو فهمت هو المعلومة اللي عندنا احنا هوني في موزايك فهم كونه بشكل رسمي امضى على عقد موسم، ومع ثم بلس ان يعني موسم اضافي بما انه اللجنه الطبيه قابل للتجديد. ما نتصورش باش يدخل يتدرب وهو مش مصح كونترا. المعلومه الثانيه اللي نقولوها كان ثم برشا حديث على هاو 6 اوت باش يصدروا القرار، هاو ثم جلسه وما ثم جلسه. راهو التاس طلبت من يوسف البليلي والممثلين القانونيين نتاعو اوراق تثبت اللي هو عنده عقد مع الترجي الرياضي التونسي، او كما قال جمال بالعمري عقد مع المولديه. ولانه اللي يقصدوا جمال بالعمري مشينا معاه لاقصى حد، هو كونه عطاه ورقه قالوا راهو برا امشي هز التاس اللي احنا حاجتنا بيك. لكن الترجي التونسي كيف عطاه عقد فيه اللي هو باش امضى وباش يمضي. احنا المعلومه اللي عندنا اللي هو امضى، والملاعب يوسف بليلي طلب من التاس تعليق العقوبه.
يعني العقوبه تتعلق ومن بعد كملوا انظروا فيها قد ما تحبوا، المهم علقوا لي العقوبه راني نحب نلعب. دونك المعلومه نجموا ناكدوها ليوسف البليلي امضى في الترجي الرياضي التونسي بشكل رسمي الا اذا كان ثم حاجه تبدلت في الايام القادمه. والحاجه الثانيه هو كونه الترجي عطاته الورقه هذه نتاع العقد. والحاجه الثالثه التاس راهو ماهوش معين دات بالكل، ما ثم حتى دات عينتها محكمه التحكيم الرياضي لاصدار قرار نهائي، ومن بين ساعه واخرى بلغه القانون يقول لك بين ساعه وساعه ينجم التاس يخرج القرار نتاعو. ويوسف بليلي طالب تعليق العقوبه والسماح ليه بربي يا احمد معناتها فماش معلومه تقول اسكو بليلي معناها كي باش تعاقبوا الفيفا على المشكل اللي صار له مع ليكيب في فرنسا، باش تعاقبوا معناتها عقوبه رياضيه ولا عقوبه ماليه معناتها؟ هو تعاقب ديجا، هو طلب يعني باش يقعد مده ما يلعبش والا يخلص خطيه ويرجع يلعب ديريكتومون. هو طلب، هو كان وضحها الاستاذ علي عباس اللي معنا مره في مداخله، هو تعاقب ديجا ماش حميد يصلح لي عام ولا عامين تعاقب عام 12 شهر ما يلعبش. لكن في الابيل عنده الحق يطلب الحط من العقوبه، تقول له 6 مباريات بركه، واذا كان يحسبوا له 6 مباريات بالدوسي ميديكال اللي وفرته اداره الترجي التونسي يوسف البليلي يتحسبوا له من اللي رجع من البليسير نتاع ليغامون كروازي. دونك وقتها ينجم يكون ابت وينجم يكون كونفوكي وقت يحسبوا له 6 مباريات، يعني استفاهم به. اذا كان العقوبه باش تستمر العام وقتها عام ما نجمش يلعب حتى المارس تقريبا ولا افريل، ومعاهم عقوبه ماديه بالطبيعه. هو اش طالب تو؟ هو ماهوش طالب كونه يصدروا قرار حاليا، طالب كونهم يعلقوا العقوبه باش ينجم يلعب ومن بعد انظروا فيها وقت اللي تحبوا اعطينا العقوبه نتاعي معناها. فهمت؟ تعليق عبد الوهاب خاصه كونه كما قلنا اللي المعلومه اللي عندنا اللي هو امضى بشكل رسمي. دونك جمال بالعمري ما نتصورش ما في بالوش يوسف بليلي. لا انا كي معناها يقول بالعمري التصريح هذا اعتقد انه ما على بالوش ما في بالوش انه اللاعب ولا على معناها بشكل رسمي. اي ربما هو عمل تصريح البارح لانه ما نتصورش من فراغ معناها يقول مدير رياضي او ناطق رسمي يخرج يعمل تصريح كيما كاكا، لانه من بعد باش تظهر معناها عكس اللي يتقال. دونك ربما يراجع في باش يراجع التصريح نتاعو. بقى انا نقول ان شاء الله معناها يتسكر الملف هذا، لانه خاطر اللاعب زاد التركيز، عنصر التركيز راهو باش يكون مهم ياسر في الحالات هذوما. دونك اللاعب يتدرب، يستنى اول حاجه في شنو مآل العقوبه، ثاني حاجه يستنى في معناها في امور اخرى معناها باش تتوضح اكثر العقد نتاعو. دونك اكثر واحد يظل يتعب البليلي في الوقت هذا معناها، خاصه يظل فاقد للتركيز. ان شاء الله معناها توفى المسلسل هذا كما صار مسلسل ريبيرو توا مسلسل البليلي ان شاء الله زاد في يوفى.